السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أحييكم دائما أينما كنتم في هذا العرض الجديد. إذا إن شاء الله سنتحدث على موعد مباراة المنتخب المغربي وكذلك الكونغو في تصفية كأس العالم 2026 الخاصة بالمنطقة الأفريقية وكذلك القنوات الناقلة. من ثم سنتحدث على الركراكي الذي يواجه الكونغو برهان تاريخي جديد، وأيضا سنتحدث عن الركراكي الذي يدافع عن قدرته الهجومية، وبالتالي الطوسي والزكي أيضا يطالبان بدعم هذا الأخير. إذا أيضا استاذ محمد الخامس لغزون يقسم ظهر قطبي الدار البيضاء. سنتحدث أيضا على هذا الملعب التحفة، تحفة الدار البيضاء التي ستغلق أو ستغلق أبوابها من أجل الإصلاحات أيضا. إذا سأتحدث على هذا الملعب باختصار. إذا بخصوص المباراة التي تجمع بين المنتخب الوطني المغربي وكذلك الكونغو، بالتالي يستضيف منتخب المغرب نظيره منتخب الكونغو في مباراة تمثل الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. بالتالي يدخل أسود الأطلس اللقاء عفوا بمعنوية مرتفعة، وبعد أن حسموا التأهل للمونديال بشكل رسمي، حيث يتصدرون المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات وبسجل هجومي مرعب ودفاعي صلب. وخانا غادي نتحفظ على هاد الكلمات، رغم اننا نقولوا الى شمال لي ستاتستيك انا فعلا هجومي مرعب ودفاعي صلب، ولكن المنتخب الوطني المغربي لم ينافس او لم يلعب مباراة مع المنتخب اللي هو قوي بما يكفي لاختبار مدى رعب ومدى صلابة الدفاع والهجوم ايضا. اذا بالتالي موعد مباراة المغرب والكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 إفريقيا، لهذه المباراة هذه اللي هي ضمن الجولة الأخيرة من هذه التصفيات المؤهلة، غادي تكون يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وبالتالي تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، والعاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وكذلك 11 مساء بتوقيت الإمارات. أما بخصوص القنوات الناقلة، تمتلك المغربية الرياضية حقوق بث مباريات المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها. أيضا المباراة ستكون منقولة على بي إن سبورتس التي تملك حقوق النقل في شمال إفريقيا. إذن التشكيلة المتوقعة أمام الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتالي الخطة الممكن يعتمدها وليد ركراكي هي 4-3-3، ياسين بونو في حراسة المرمى. في الدفاع يتواجد كل من أشرف حكيمي، نايف أغرد، وكذلك اللاعبان أشرف حكيمي نايف أغرد اللي هما غادي يكونوا متواجدين. بالتالي رومان أو عفوا في الجوج الاخرين غادي يكون ما عرفتش شنو غادي يدار. بالتالي اذا ايضا غادي نتحدثوا على الركراكي الذي يواجه الكونغو برهان تاريخي. بالتالي اكد وليد الركراكي مدرب المغرب ان الوقت لم يسمح له بتجريب المزيد من اللاعبين رغم الكم الهائل من الموهبة المتوفرة للكرة المغربية في ملاعب أوروبا، وعودة اتحاد الكرة للتفاوض معهم قصد إقناعهم في وحثهم على حمل قميص الأسود في الفترة المقبلة. بالتالي أضاف الركراكي في تصريحات تلفزيونية أن مواجهة الكونغو تضعه أمام رهان كبير متمثل في فض الشراكة مع منتخب إسبانيا على مستوى الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بعدما عادل رقمهما ب 15 فوزا متتاليا في مباراة البحرين مؤخرا. إذا الركراكي كان صريحا وهو يتحدث قبل موقعة الكونغو المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، يقول إن الهدف واضح من هذه المباراة ومواصلة الركض
خلف المزيد من الأرقام القياسية لكرة القدم المغربية لفض الشراكة مع الإسبان وتعزيز حزمة تلك الأرقام بمزيد من الانتصارات. إذن كما أكد مدرب الأسود أن التشكيل الذي سيعتمده خلال هذه المباراة وباقي المباريات المقبلة سيكون قريبا جدا من التشكيل الذي يدور في مفكرته ومخيلته للاعبيه في إفريقيا على أراضيه. بالتالي هذا الرهان التاريخي هو بعد أن عادل إنجاز منتخب إسبانيا برصيد 15 انتصارا متتاليا لكل منهما، وهو فوز على البحرين بالدقيقة 93 من المواجهة. عاد الركراكي ليتحدث عن أهمية مباراة الكونغو، مضيفا أنها ليست شكلية كما يعتقد البعض، بل تحرك فيه وبلاعبيه الحافز لكسر رقم قياسي آخر. وبالتالي تبع لا توجد مباريات شكلية دون أهمية في قاموسي وحساباتي. يهمنا اللعب لننتصر ونتخطى إسبانيا وننفرد بالرقم القياسي العالمي لعدد الانتصارات المتتالية، لأن هذا سيضعنا في القمة، ومعه ستذكر صحافة العالم منتخب المغرب ولن تذكر الركراكي بكل تأكيد. وبالتالي وصل كما يهمني أن ننهي التصفيات بالعلامة الكامل أي ب8 ديال الانتصارات، وهو ما لم يحصل عليه أي منتخب آخر في كل القارات، وهذا يضاعف من ثقة وللاعبين مثلما توقي لننتصر للمباراة الثالثة تواليا على استاد مولاي عبد الله بالرباط، وهو ملعب مباراة الأسود في الكانون. بالتالي زاد في تصريحاته بقول أن الفوز مجددا بهذا الملعب يعني أننا استأنسنا به ويعزز الكيمياء بين اللاعبين وبين هذا الملعب. لذلك سنلج المباراة بالقوة الضاربة دون استسهال للمنافسين أو للمنافس. فقد تعلمنا الكثير والكثير ونحن نتعذب لنهزم البحرين هنا بذات المكان. بالتالي خلافا لمطالب وسائل الإعلام المغربية التي دعت الركراكي لمنح اللاعبين جدد فرصة الظهور قصد تقييم أدائهم قبل الكان والحكم على مستوياتهم، كان مدرب الأسود حاسما وصارما بل واضحا في موقفه. قد لجأ لعقد بعض المقارنات ليبرر اختياراته وكونه لن يلجأ لمغامرة التجريب، وقد بلغ قطار الأسود مثل ما وصفه الخط المستقيم قبل نهاية الكان. وقال وليد الركراكي لن ألجأ للتجريب مجددا ولا يمكن العودة في هذا التوقيت لنقطة الصفر. الذين يطالبون بمنح الفرصة لكل من الهلالي والشيبي أرد عليهم أنه لسوء الحظ لأنه جاء في وقت المتميز والعالمي لأشرف حكيمي، لا يمكن أن أجلس حكيمي ليلعب واحد منهم. وبالتالي تحدث أيضا عن أنه لا مجال للمغامرة. أعرف قدرات كل لاعب في التدريب وذلك يكفي، ولو لم أمنحهم فرصة اللعب لدقائق نحن هنا على بعد فترة قصيرة جدا من الكان، ويفترض أن تكون الرؤية واضحة بشأن التشكيل وعديد الأشياء الأخرى لوضع خطة تقودنا مثل ما تطلبون وتأملون. ويتمنى الجمهور المغربي التتويج بهذا الكأس بمشيئة الله تعالى والإبقاء عليها بالمغرب. فهذا الرهان يعني أنه لا مجال للخطأ بالمرة. بالتالي كان الركراكي قد ألمح إلى بعض الغيابات الهامة التي تطال صفوف منتخب المغرب، وخاصة بالذكر ثنائي الليغا أمرابط وأوناحي ولاعب مانشستر يونايتد اللي هو مزراوي. بالتالي يستمر رهان الركراكي ومنتخب الأسود على حسم موقعة الكونغو كي ينهي العام الحالي على أقل تقدير في المركز 11 عالميا، أو يقترب من نادي العشرة الكبار. وقد قلص الفارق كل من إيطاليا وكرواتيا ويتقدم إلى ألمانيا صاحب هذا المركز 12 عالميا. وقال لو تسنت لنا الفرصة لنلج نادي العشرة في تصنيف الفيفا فسيكون ذلك أمرا رائعا وسمنحنا فرصة البقاء بالمستوى الثاني أو نحلم بالمستوى الأول في قرعة كأس العالم بأمريكا. لن يتأتى ذلك إلا بكسب كل المباريات المتاحة، ومن الآن لغاية موعد القرعة لن نهدر أي نقطة، لأن ما نحصل عليه حاليا هو نتاج 3 سنوات من العمل المضني والتضحيات الكبيرة للاعبين. هذه هي تصريحات وليد الركراكي. بالتالي الركراكي أيضا يدافع على قدراته الهجومية. بالتالي عاد جمهور منتخب المغرب مجددا ليشاور أو ليتحدث عن الشك الذي يساوره بشأن قدرات منتخبه الأول على تحقيق الرهان الكبير المتمثل في الظفر ببطولة كأس العالم الإفريقي على أرضه دون صعوبات بعد المعاناة المتكررة بلغة الأرقام والإحصائيات
التي يعشقها وليد الركراكي أمام المنتخبات التي تدافع بخطى الحافلة. فقد جاء الانتصار الودي الصعب أمام منتخب البحرين بهدف متأخر سجله المدافع جواد اليميق في الدقيقة 94 من المباراة التي أقيمت في العاصمة الرباط، ليعيد الهواجس والشكوك من جديد، خصوصا أن المنتخبات التي توجه أسود الأطلس في البطولة الإفريقية ستلجأ غالبا إلى نفس الأسلوب الدفاعي القائم على التكتل في الخلف، وهو التكتيك الذي لم ينجح ركراكي في فك شفرته بنفس الفعالية التي يظهرها عندما يواجه منتخبا قويا يلعب بشكل مفتوح. بالتالي تكرر هذا السيناريو في عدة مباريات. بالتالي لغة الأرقام تؤكد أن ركراكي يجد صعوبة حقيقية أمام المنتخبات التي تلجأ لأسلوب دفاعي مكثف مشابه لذلك الذي استخدمه هو نفسه بنجاح في مونديال قطر 2022، وعندما واجه منتخبات من طينة بلجيكا وإسبانيا والبرتغال وكرواتيا وتفوق على معظمها بفضل التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي. فقبل مباراة البحرين التي حسمها المنتخب المغربي في الوقت البدل الضائع، كان ركراكي قد واجه نفس المعضلة في المباراة الودية أمام موريتانيا بمدينة أكادير قبل عام، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي رغم مشاركة كل نجوم الأسود، مع عجز واضح في اختراق الدفاع الموريتاني. بالتالي ليكون ذلك أول تعادل في تاريخ مواجهات موريتانيا على الأراضي المغربية. وبالتالي تكرر السيناريو ذاته ضد الرأس الأخضر بالرباط أمام 60 ألف متفرج بالتشكيلة نفسها التي تألقت بكأس العالم بقطر. بالتالي كما فاز المنتخب المغربي بصعوبة على ليسوتو في تصفية المونديال بهدف متأخر لإبراهيم دياز في الدقيقة 93، ثم كرر السيناريو ذاته ضد النيجر حين انتصر بهدف مقابل هدف وحيد حاسم في الثواني الأخيرة. بالتالي الركراكي يترافع عن نفسه. بالتالي قال هذا الأمر قد يحدث معنا في الكان، وأنا أفضل أن يحدث في المباريات الودية حتى نجد الحلول ويستفيق اللاعبون ويدركون أنه لا يوجد نصر أو تتويج على الورق. وبالتالي التتويج يتطلب الكثير من العرق وتضحيات واحترام الخصوم وعدم استسهالهم. لقد جربنا نحن أنفسنا خطة ركن الحافلة في المونديال وقادتنا للمجد كما يعلم الجميع، وأتوقع أن كل من سيواجه المغرب في الكان سيحاول تطبيقها أمامنا. وبالتالي لقد سنحت لنا فرصة 25 سنحت لنا 25 فرصة وسددنا 20 كرة وتحصلنا على أكثر من 21 ركنية واستحوذنا بنسبة 80%. فماذا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك؟ الأمر ارتبط بسوء الحظ والضغط الذهني، مهمتي أن أساعد اللاعبين على التخلص من هذه الهواجس قبل انطلاق البطولة بمشيئة الله. بالتالي قال إن المنتخب المغربي أنهى تصفية الكان والمونديال بأقوى خط هجوم، معتبرا أن التهويل غير مبرر لأن مثل هذه الأمور تحدث لجميع المنتخبات وسيتم إيجاد حلول لها. إذن أيضا هذه هي تصريحات وليد الركراكي، فيما أن أيضا الطوسي والزكي يقومان بدعمه. بالتالي رشيد الطوسي وبدر الزكي يتحدثان عن دعمهما الكامل لوليد الركراكي، معتبرين أن التركيز المفرط على الأرقام السلبية قد يدخل المنتخب في دائرة شك قبل انطلاق البطولة. إذن تتحدث في الأخير عن أستاذ محمد الخامس. بالتالي أطر القرار الرسمي بإغلاق أستاذ محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بداية من الأسبوع المقبل حالة استنفار قصوى داخل أروقة نادي الوداد والرجاء، في خطوة وصفت بالصدمة خصوصا أنها تأتي في فترة حساسة من الموسم وقبيل الديربي البيضاوي المنتظر بين الغريمين الذي يعد الحدث الأبرز في الكرة المغربية. والقرار الذي اتخذ بالتنسيق بين السلطات الدار البيضاء والشركة المكلفة بأعمال الصيانة يأتي ضمن خطة صيانة شاملة لعدد من الملاعب المغربية استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا 2025، لكنه في المقابل عاد إلى الوجه الجدل القديم حول لغز هذا الاستاد الذي التهم ميزانيته ضخمة خلال السنوات الماضية دون أن يظهر التحسن المتضاد في بنيته التحتية. إذن الوداد والرجاء تلقيا إشعارا رسميا يقضي بإغلاق الملعب بداية من الأسبوع المقبل، على أن يمتد الإغلاق حتى الأول من ديسمبر المقبل، موعد تسليمه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، كونه من الملاعب المعنية بأعمال التطوير التي تتوافق مع دفتر التحمل الخاص ببطولة الأمم الإفريقية المقبلة. وجاءت في حيثيات القرار
أن فترة الإغلاق مخصصة لتجديد العشب وإجراء بعض أعمال الصيانة الهيكلية، خصوصا أن هذه الفترة تعرف تقلبات مناخية تستدعي تدخلا عاجلا للحفاظ على جودة الأرضية. بالتالي غير أن هذا التبرير لم يبدد مخاوف الناديين اللذين يريان أن التوقيت كارثي لأنه يأتي قبل أيام قليلة من الديربي ويهدد استقرار الفريقين نفسيا وجماهيريا، خصوصا بعد أن بدأ كل منهما الموسم الحالي بقوة، إذ يتصدر الوداد جدول الدوري المغربي لأول مرة منذ فترة طويلة، فيما يحتل الرجاء المركز الثاني خلفه مباشرة. هذه هي الأخبار الرائجة حول غلق المركب محمد الخامس بالدار البيضاء. إذا شكرا لكل من تابعنا من الأول إلى الآخر، أحييكم دائما أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.